حلقة النهارده تقريبا اخطر واهم حلقة في الكتاب ده كله. جيمس كلير بيبني لك وبيحط لك الاساس اللي هتمشي عليه وانت بتبني عاداتك من الالف الى الياء. كوباية الشاي المتينة وتعالى لي. اهلا بيك حضرة القارئ في حكاية كتاب حيث تنمو الافكار وتبدأ الحكايات. ولان كل كتاب ليه فكرة وكل فكرة ليها حكاية، عملت لك حكاية كتاب. لو انت من محبي القراءة وتطوير الذات، اهلا بيك حضرة القارئ في بيتك. معاك اخوك يوسف شعبان، يلا بينا نبدأ. تعال نرجع بالزمن لسنة 1898. حضرة القارئ لعالم النفس إدوارد ثورندايك اللي عمل تجربة عظيمة جدا بتشرح لنا مفهوم العادات. ثورندايك كان بيعمل تجاربه على الحيوانات، وما تقلقش ما كانش حاططهم في معمل وبيعذبهم، بالعكس الراجل ده جاب قطة وحطها في صندوق بيسميه صندوق الألغاز. الصندوق مصمم بحيث إن القطة تقدر تهرب منه عن طريق باب، ولكن الباب ده مقفول، والقطة عشان تقدر تخرج منه في رافعة تسحب الباب وتفتحه. لازم القطة عشان تخرج تدوس على الرافعه دي عشان الباب يفتح. وعشان ثورندايك يحفز القطه انها تخرج، كان بيحط لها الاكل بره الصندوق بحيث ان القطه تفضل تحفرك وتدور وتشمشم لحد ما تعرف تخرج ازاي من الصندوق. وبالفعل بعد محاولات عديده جدا، القطه اول ما داست على الرافعه الباب فتح والقطه خرجت. في بدايه التجربه القطط كانت بتقعد تشمشم في المكان كله وتحفرك وتلعب بايديها وتخربش عشان كانت بتدور على مخرج. ومع الوقت القطط اكتشفت ان المخرج او الحاجه الوحيده اللي تخرجهم هم انهم يدوسوا على الرفعه دي عشان الباب السري يفتح ويقدروا يهربوا بسلام. ثورندايك تتبع سلوك القطط اللي داخل الصندوق، ولاحظ ان في الاول القطه بتتحرك بشكل عشوائي لحد ما تدوس على الرفعه السحريه والباب يفتح. ومن هنا بدأت عملية تعليم القطط. تدريجيا القطط ابتدت تدرك انها عشان تخرج من الصندوق ده لازم تدوس على الرافعة. وبعد حوالي من 20 ل 30 تجربة القطط ابتدت تهرب بسرعة رهيبة، لانها خلاص بقت حافظة مكان الرافعة وحافظة ان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخرجها. ولك ان تتخيل حضرة القارئ ان القطة رقم 12 في تجربة ثورندايك على سبيل المثال طبعا خدت في اول مرة عشان تخرج من الصندوق حوالي 160 ثانية، واخر محاولة حاولتها القطة دي خرجت بالظبط في 7 ثواني. تطور مرعب حضرة القارئ. انا بكلمك عن حيوان او كائن ما عندوش الاستيعاب او الفهم بتاع الانسان عشان يدرك اللي انا بقوله لك ده. القطة اتعلمت وتعودت على الخروج. ايوه اتعودت. التطور المبهر اللي انا بكلمك عنه حضرة القارئ ده حصل لحيوان. انا ما كلمتكش لسه عن التطور والحاجات العظيمة اللي ممكن تحصل للانسان. تجربة ثورندايك دي حضرة القارئ فتحت الباب لعديد من التساؤلات. ايه هي العادة وليه مهم قوي يعني ان انا ابنيها وتكون عندي؟ كوباية الشاي المتينة وتعالى اقول لك. العاده حضره القارئ هي سلوك بيتكرر عده مرات بشكل مستمر لحد ما يبقى اوتوماتيكي، زي قطه ثورندايك بالظبط. بتبني العادات عن طريق التجربه والخطا. عندك مشكله وبتدور على حل ليها، وفي اول تدويرك على حل المشكله مخك بيكون واعي بنسبه كبيره جدا لحد ما بتلاقي حل للمشكله دي مثلا صدفه. يعني على سبيل المثال انت حاسس بتوتر شديد جدا وقلت تجرب تطلع تجري، وفجاه لما جريت حسيت براحه نفسيه شديده جدا وان التوتر اللي عليك خف. او لما يكون عندك يوم شغل طويل وفي اخر اليوم تروح تلعب جيم كده حلو على تليفونك تحس انك احسن. انت كده عرفت ايه هي المكافأة اللي بتبسطك. فعقلك بيتبرمج كل ما تحس ان انت كذا بتعمل كذا بتحس بكذا من غير ما تفكر اصلا، وبتحصل على المكافأة من الحاجة اللي انت بتعملها دي. يعني زي ما بيقول عالم النفس السلوكي جيسون هيرينا، العادة هي عبارة عن سلسلة من الحلول الاوتوماتيكية المحفوظة لمشكلتنا، وهي حل موثوق اكيد للمشكلة. خالص حضرة القارئ عايز اقولك العادة هي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تفسد دماغك، لان العاده لما بتتكون بتنتقل من العقل الواعي للعقل اللاواعي. ركز قوي معايا في الحته دي. 90% من يومك كله في العقل اللاواعي مش الواعي. ده بجد حضرة القارئ بجد. طب ازاي؟ العقل الواعي والعقل اللاواعي عاملين بالظبط زي المعلم والصبي. العقل الواعي اللي هو المعلم بيحضر في الحاجات التقيله زي المذاكره او حل المعادلات الرياضيه او الفيزيائيه او حل مشكله عميقه بخطر في بالك او ترتيب لخروجه، او ممكن تكون اي حاجه تانية عويصه بتستدعي ان المعلم يحضر. اما الصبي فاللي هو الله ينور عليك العقل اللاواعي ده مختص في كل حاجه. وانت بتاكل وانت بتفتح الباب بالمفتاح اكيد مش بتفكر مثلا انه انا ايه قدامي الباب ده عباره عن مشكله هعمل ايه عشان افتح الباب. اطلع المفتاح. انا طلعت المفتاح ده انا احطه في الباب وافتح الباب. اطلاقا كل ده بيحصل في جزء من الثانيه اهو. تك تك خلاص فتحت دخلت من غير ما تفكر. وانت مثلا بتركب عربيتك بتفتح الباب بتربط الحزام بتدور بتطلع بتعدل المرايات، كل ده انت مش بتفكر فيه. انت في اقل من 30
30 ثانيه بتكون عملت كل اللي انا بقولك عليه ده وطلعت بالعربيه. عمليه اوتوماتيكيه بتتم بسرعه جدا، وكل اللي انا بقولك عليه ده بيتم في العقل اللاواعي. يعني باختصار حضرة القارئ، لو انت عايز تكتسب عاده جديده لازم تنقل فعلك من العقل الواعي للعقل اللاواعي. هتلاقي نفسك بتعملها من غير ما تبذل مجهود في التفكير، بل ومن غير ما تغلط اصلا الغلطات اللي انت بتعملها كنت لما بتفكر، وده عن طريق 4 حاجات غايه في الاهميه. تشارلز دوهيج مؤلف الكتاب الرائع ذا باور اوف هابت لخص العاده كلها في 4 مصطلحات، واللي انا بقول لك لو استخدمتهم صح تقدر تغير حياتك كلها: الاشاره، الرغبه، الفعل، والاستجابه. اوبا، ايه الكلام الكبير ده؟ صلي على النبي وتعالى اقول لك. كل عاده عشان تتكون لازم تمر بالمراحل ال4 دي. الاشاره هي المعلومه اللي بتقول لك ان في مكافاه لو انت عملت كذا. بعد ما تحصل لك الاشاره بيبقى عندك رغبه في فعل الشيء ده عشان تحصل على المكافاه. اقسم بالله ابداع في الوصف، روعه. العادات كلها حضرة القارئ بتيجي من هنا، وخليني اشرح لك ازاي. دلوقتي انا قاعد وفجاه سمعت الصوت ده، الاشعار ده هو الاشاره. فضولي بياكلني، عايز اعرف مين اللي بعت لي، وهي دي الرغبه. بعد كده بنوصل لمرحله الفعل نفسه، اللي هو ان انا بمسك فيه تليفوني وبشوف الرساله اللي جايه لي. وبعد كده بوصل لمرحله المكافاه، اني عرفت اخيرا مين اللي بعت لي الرساله وبرضي فضولي، وده كده بالنسبه لي 10 على 10. اشاره، رغبه، فعل، مكافاه. معلش خليني اديك مثال تاني عشان اوضح لك الفكره اللي انا بتكلم عنها اكتر. الموضوع غايه في الخطوره حضرة القارئ. بص يعني مثلا انت دلوقتي دخلت اوضه ضلمه، الضلمه او العتمه اللي انت فيها دي هي الاشاره. الرغبه انك عايز ضوء حواليك، عايز النور. الفعل انك تدوس على زرار النور، والمكافاه ان النور ينور وتشوف الدنيا حواليك. حرفيا حضرة القارئ كل ده بيحصل في اقل من ثانيه، ولكن بيمر بال4 مراحل دول وانت مش واخد بالك عشان هو فعلك اللاواعي. سوري على الانفعال، حبيت اوضح لك بس. قيس ده على كل حاجه في حياتك، مستحيل تلاقي اي عاده في الدنيا مش ماشيه بالنسق ده. ومن هنا اللعب كله بيبدا حضرة القارئ. لو حاجه واحده بس من دول اتغيروا مفيش عاده هتتكون، مفيهاش. لو غيرت الاشاره مش هيبقى فيه رغبه، وبالتالي مش هيبقى فيه فعل اللي هيخليك تحصل على مكافاه. لو جالك اشاره ما ابعثتش فيك رغبه جذابه او قويه مش هتستنى المكافأة. تفهم من كلامي ده ايه؟ انك لو عايز تبدأ تبني عادة في 4 قوانين لازم تتبعهم. خلي الاشارة واضحة، خلي الرغبة جذابة وجميلة، خلي الفعل سهل ومش متعب ليك، وخلي المكافأة تستاهل التعب عليها. طب لو عايز تتخلص من عادة وحشة عندك اعكس، خلي الاشارة مش واضحة، مستخبية، ما تاخدش بالك منها. خلي الرغبة مش جذابة او مش بتثيرك انك تقرب للفعل. خلي الفعل نفسه تقيل وصعب على قلبك. خلي المكافأة مش مرضية. وبإذن المولى عز وجل هنتناول النهارده مع بعض اول واهم قانون فيهم: اجعل الاشاره واضحه. بيحكي جيمس كلير في كتابه ان في يوم من الايام واحده مسعفه تحضر تجمع عائلي مع اسرته، وفي وسط التجمع العائلي بصت لحماها كده وقالت له: على فكره انت مش عاجبني. حماها افتكرها بتهزر وقال لها: على فكره انت كمان مش عاجباني. قالت له: انت لازم تروح المستشفى فورا. وفعلا بعد كام ساعه الراجل كان في المستشفى بيعمل عمليه بتنقذ حياته. الفحص الطبي كشف عن انسداد عنده في شريان رئيسي في جسمه، كان هيؤدي لازمه قلبيه لو زوجة ابنه ما لحقتوش. ازاي المسعفه قدرت تاخد بالها من حاجه زي كده، خصوصا ان الراجل ما اشتكاش من اي حاجه طول ما هم قاعدين؟ بص حضرة القارئ، لما الشرايين بتتسد في الجسم بيبدا يركز انه يبعت الدم لجميع المراكز الحيويه، وبعيد طبعا عن المناطق القريبه من الجلد عشان يتركز في الاماكن المهمه زي ما قلت لك، وبالتالي بيتغير نمط توزيع الدم في الوش. المسعفه بعد سنين من تعاملها مع مرضى ومصابين بازمات قلبيه تكون عندها نمط مختلف بتلاحظه في وش المريض. هي حتى مش قادره تحدد النمط ده عامل ازاي، ولكن سبحان الله حاجه عندها بتنبئها ان في حاجه غلط اول ما الدم يتغير في الوش، من غير ما تاخد بالها اصلا شكل النمط ده عامل ازاي، ولكن بتتنبأ بان في حاجه غلط. شفت العادات بتعمل ايه؟ شفت العقل البشري ده مكنه احساس وتنبؤات حضرة القارئ، بيعمل ويفكر في حاجات كتير من غير ما تكون متحكم فيها. يعني انت مش بتتحكم في احساسك بالجوع والعطش، محتاج بس انك تدرب عقلك على اللي انت عايزه منه. كله مربوط باشاره، وده زي ما هو سلاح قوي جدا عدو قوي جدا. لو الحلقه عجبتك لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكتب لي رايك فيها، ويلا بينا نكمل. لان في اشارات بتحصل وانت مش واخد بالك منها، زي الناس اللي فجاه وهي بتضحك تلاقيها بتحط ايديها على بقها وهي بتضحك، او البنات يعني، بس خلينا نقول الناس. بجد مش عارف ليه البنات بتحط ايديها على بقها بجد وهي بتضحك، الموضوع مستفز قوي بصراحه. او الناس اللي دايما بتعتذر وهي بتسال اي حد: معلش بس كان عندي سؤال، معلش بس ممكن تقول لي اطلع طلعت حرب منين؟ معلش. انت فاهم الفكره؟ جيمس بيحكي ان كان في حارس
حارس للشواطئ فضل سنين جدا في وظيفته دي، لدرجه ان هو لما كان في الحياه العاديه في الشارع يشوف طفل بيجري يطلع له ما تجريش، دايما عنده احساس بالخطر بان هو اي حد بيجري ده الموجه هتسحبه ويغرق على طول. عقله متبرمج على كده من غير ما يكون حتى حافظ. هنروح بعيد ليه؟ انا في مره كنت شغال عامل في مصنع لانتاج الزجاج، وكان دايما لما السير عندنا بيعطل او الكوبايات فجاه تقع من على السير الصوت عالي جدا ومش هتعرف تنده كل حد باسمه، كنت تنده تقول اوي اوي، تلاقي المصنع كله بيبص لك وكله بيجري عليك عشان يلحق السير. فضلت فتره في الموضوع لدرجه ان انا لما روحت بيتي هنا وبتعامل مع اهلي واصحابي بقيت كل ما انده لحد من بعيد اقول له اوي اوي. انا اتعودت ان انا دايما كل ما باجي انده بقول اوي دي، انا مش بقول اوي حبا في الكلمه، ولكن كل ما تحصل مشكله تلاقي المصنع كله بينده بالكلمه دي. فتلقائي انا وباقي العمال كلنا اتعودنا ان احنا كل ما تحصل حاجه لازم التصرف التلقائي ده يطلع مننا من غير ما نكون حتى حاسبين له. اشارات كتير بتبقى مش ملحوظه واحنا مش واخدين بالنا منها، زي مثلا وانت ماشي في البيت قدامك وشفت طبق فيه حته بسبوسه كلتها، حرفيا وانت ماشي عينك اول ما شافت طبق البسبوسه في حد ذاته اشاره بتشجعك انك تروح وتاكلها من غير حتى ما تسال على صاحبها يا طفس. كل ما تقعد على الكنبه تمسك الريموت، انت متعود قاعد على الكنبه امسك الريموت لازم اقلب في التلفزيون، حتى وانت قاعد، حتى مش في نيتك انك تفتح التلفزيون، ولكن مجرد ان الريموت موجود في مكانه وانت قاعد هوب تك تك انت حافظ انك لازم تعمل كده. معلش يا حضرة القارئ، عارف ان انا برغي كتير في الموضوع ده، ولكن موضوع مهم جدا 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 ومحدش فينا واخد بالنا من اهميته. عشان كده عايزك تقعد مع نفسك اخر اليوم تشوف انت عملت ايه وتحدد الحاجات اللي انت عملتها وتقارنها، عادات ايجابيه، عادات سلبيه، عادات محايده. وعادات محايده دي مش بالضروره انها تكون عادات مهمه قوي او تكون عادات مضره قوي، حاجات انت متعود عليها زي انك تحط صباعك في بقك وانت نايم مثلا. يعني مثلا صحيت النهارده بدري وفضلت قاعد على السرير، بعد كده مسكت التليفون قمت غسلت اسناني، واحده واحده اقعد وشوف الحاجات دي. صحيت بدري عاده ايجابيه، فضلت ماسك التليفون اول ما صحيت عاده سلبيه. حطيت صباعي في بقي وانا نايم امبارح، ما تكتبهاش اصلا وبطل تفاهه عشان تحارب عقلك اللاواعي. عايزك تقول الحاجه اللي انت عايز تعملها بصوت عالي وانت رايح على طبق البسبوسه. انا عايزك برضو تفهم حته ان انت ما بتبقاش مدرك انت ايه ده حلو طبق بسبوسه ده هاكل، بعد كده تقول وانا اكلت ليه؟ طب انا عامل دايت اصلا. انا عايزك وانت رايح على طبق البسبوسه تقول انا رايح على طبق البسبوسه اهو، طبق بسبوسه في حته بسبوسه، انا هاكل البسبوسه، انا باكل البسبوسه. عقلك هيسمع اللي انت بتقوله ده. انت دلوقتي بتتريق عليا بس اقسم بالله الحاجات دي هتفرق معاك جدا، ان انت ممكن وانت بتقول لنفسك انا رايح اكل البسبوسه تقول ايه ده انا رايح اكلها ليه؟ ايه الهبل ده؟ فاهم؟ اسعى صاحبها الاول يا طفس على الاقل يعني. ماشي حضرة القارئ، اتريق عليا براحتك، كده كده انت اللي بتتخمشنا. باختصار لما انت تقول الحاجه بصوت عالي عقلك الواعي هيبدا يتدخل في الموضوع وياخد العصايه من العقل اللاواعي ويقول له ايه ده انت بتعمل ايه؟ ده في 1 2 3. وهي دي النقطه انا عايزك توصل لها. جيمس بيقول زوجتي دايما بتعمل كده وهي خارجه، كل ما تيجي تخرج رايحين في حته تبدا تفكر تقول انا خدت المفتاح، انا المفتاح معايا، قفلت الانوار، الشنطه، المحفظه، ايه ده وجوزي معايا ولا نسيته؟ انا هنا يا روحي. ايوه جيمس معايا كده كله تمام. سنه 2001 مجموعه من الباحثين في بريطانيا عملوا تجربه على حوالي 248 شخص، قسموهم 3 مجموعات. قالوا للمجموعه الاولى احنا هنعرض عليكم شويه تمارين رياضيه عايزينكم انكم تلتزموا بيها لمده معينه من الزمن. جابوا المجموعه الثانيه قالوا لهم التمارين دي عايزينكم برضو تلتزموا بيها لمده معينه من الزمن ولكن مع عرض توضيحي للتمارين دي. جابوا المجموعه الثالثه قالوا لهم التمارين دي عايزينكم تلتزموا بيها مده معينه من الزمن مع العرض التوضيحي مع خطه زمنيه. عايزك تقول لي انت هتتدرب امتى وفين وتكتب ده في ورقه او تعمل خطه. والغريب في الموضوع حضرة القارئ ان بعد فتره من الزمن العلماء وجدوا ان اكتر مجموعه قدرت تلتزم بالتمارين الرياضيه دي هم المجموعه الثالثه. هتقول لي يوسف طب من المجموعه الثانيه ما انت قلت لي برضه عملوا عرض توضيحي وبتاعك تبقى منطقيه شويه عن الاولى. هقول لك حضرة القارئ الثانيه ما فرقتش كتير جدا عن الاولى، اللي فرق الثالثه عن الاولى والثانيه الخطه. شفت العادات؟ شفت؟ عايز تبدا عاده قولا واحدا حط خطه بالزمان والمكان. قول انا هعمل كذا الساعه كذا في المكان كذا. يعني على سبيل المثال تقول انا النهارده الساعه 7 في مكتبي هقرا لمده نص ساعه. كده انت حددت هتعمل ايه، حددت المكان اللي هتعمل فيه، حددت الوقت اللي هتعمل فيه، وانت كده خلقت لنفسك اشاره من غير ما تاخد بالك اللي هي الساعه 7. واظبط منبه اول ما الساعه تيجي 7 الكتاب تن. او انك تقول النهارده مثلا الساعه 8 هعمل لزوجتي فنجان قهوه، او الاحسن تقول النهارده
الساعه 8 هخلي زوجتي تعمل لي فنجان قهوه وتمسح الشقه وتعمل اكل تاني تعشينا وتعمل شاي بعد الاكل لا خلاص كفايه كده. وعايزك مجرد ما تبدا في عاده وعايز تبدا في عاده جديده اتبع نظريه تجديس العادات اللي هي ايه؟ وانس انك تبدا في عاده الحقها بعاده اخرى. مثلا صحيت النهارده على اذان الفجر، انا دلوقتي عايز احط عاده ان انا انزل اصلي الفجر في المسجد. ايه هي الاشاره؟ اسمع اذان الفجر او اظبط منبه باذان الفجر، هي دي الاشاره. نزلت عملت اول عاده اللي هي صليت الفجر في المسجد. طيب بعد كده استغل الوقت ده واقرا اذكاري وتبقى دي تاني عاده، وتبقى اصلا صلاه الفجر في حد ذاتها اشاره للعاده الثانيه اللي هي الاذكار، والاذكار تكون اشاره للعاده الثالثه اللي بعدها الا وهي مثلا وردك من القران. وردك من القران يكون اشاره للعاده الرابعه اللي هي مثلا الكورس الالماني اللي انت راكنه من 2019 وبتقول انك هتكسر بيه الدنيا مجرد ما تاخده، خد منه نص ساعه. يبقى انت كده عملت 4 عادات ايجابيات رائعات فائقات وطبقت نظريه تجديس العادات. والله حلوه، في قافيه في الموضوع. كل عاده حضره القارئ بتحفزك للي بعدها، وزي ما التحفيز مهم البيئه برضو مهمه جدا، بتتحكم فيك من غير ما تعرف. اختصاصيه الرعايه الصحيه الاولى في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن جالها فكره مجنونه من شانها انها تحسن من عادات الاكل عند الناس في المستشفى بما فيهم العاملين. كافيتيريا المستشفى حضره القارئ كان فيها ثلاجه كبيره لبيع المشروبات الغازيه. الست دي قررت انها تعمل ايه؟ الثلاجه دي هتفضي نصها من المشروبات الغازيه وتحط في النص الثاني ازايز ميه، وتحط جنب كل ترابيزه في الكافيتيريا ثلاجه صغيره فيها ازايز ميه فقط. وعايز اقول لك حضره القارئ ان ممكن يكون دي حاجه بالنسبه لك مش عملت الفرق الواضح قوي، ولكن لك ان تتخيل ان مبيعات المشروبات الغازيه قلت بنسبه 11% ومبيعات الميه زادت بنسبه 26%. طب ازاي؟ انت لما بتعطش اول حاجه بتيجي قدامك المشروبات الغازيه، لا هي خلت اول حاجه عينك تيجي عليها الميه. انت بتفكر في الميه الاول، هي دي الاشاره. هوب شربت خلاص، مش هديك الفرصه انك تفكر في المشروبات الغازيه، هصعب وصولك ليها. انا حاطط لك ميه في كل حته عند كل الترابيزات وحتى في الثلاجه نفسها. سنه 1936 كتب عالم النفس كيرت لوين معادله بسيطه، وعايز الجماعه المهندسين والمهندسات يجمعوا لي هنا لو سمحتوا. لوين بيقول ان السلوك عباره عن داله الشخص والبيئه، او س بيساوي د افتح قوس ش وب واقفل القوس تاني. يعني الشخص ده حطيته في البيئه المعينه دي بناء عليها هيطلع السلوك المعين ده. ودي مش حاجه هينه، بل دي من اكتر الاستراتيجيات الفعاله اللي بيستخدمها بتوع التسويق في جميع انحاء العالم. لذلك هتلاقي ان سنه 1952 وصف الاقتصادي هوكينج ستيرن ظاهره سماها الشراء المدفوع بالاقتراح. لما الراجل اللي بيتسوق بيشوف المنتج لاول مره وبيتولد عنده رغبه في شراء هذا المنتج، يعني الزبون هيشتري المنتج حتى لو مش عايز يشتريه. الكلام ده مهم بطريقه لا يمكن تتخيلها. هما بيتبعوا طريقه احنا هنجيب احسن منتجات عندنا ونحطها في الرفوف الاولى في السوبر ماركت الظاهره للمتسوق او المستهلك، بحيث تكون اول حاجه نظر يقع عليها، والمنتجات اللي مش مهمه قوي بنحطها ورا. عايزين نخلق للمشتري بيئه تحثه على الشراء، وده فعلا اللي بيعمله معظم الشركات الكبيره. يعني عشان كده لو عايز تكون ناجح اخلق لنفسك البيئه اللي بتساعدك على النجاح. 50% من عقل الانسان بيشتغل على الاشارات البصريه، او زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل البق. العين هي اول حاجه بتستشعر اي حاجه جديده حواليها. في اوائل التسعينات في مطار سكيبول في امستردام جم في الحمامات الرجالي حطوا ملصق صغير على شكل دبانه في منتصف كل مبوله، فاصبح ان اللي بيقضي حاجته تلقائي تلاقيه بينشن على الدبانه. عارف انت الهاجس اللي هو ايه؟ لا انا لازم انشن على الدبانه دي اللي في النص دي. وده هوس عندنا كرجاله، خلي بالك ان انت لازم تنشن في النص. وهم عملوا ايه غير ان هم شجعوك انك تنشن في النص. وعلى قد ما الموضوع يبان طريف بالنسبه لك، ولكنه وفر على الشركه تكلفه كبيره جدا في تنظيف الحمامات. ولو انت مش فاهم الموضوع بسبب الطرطشه كل حته، هو دلوقتي الموضوع بقى مركز ومنشن بس خلاص. زي ما قلت لك ان العين اول حاجه تاخد بالك منها وتمثل 50% من الاشارات اللي بتيجي في عقلك. حاجه اللي انت عايز تعملها حطها قدامك. ما انا اسف يعني انت عمرك ما هتقرا من الكتاب اللي انت راكنه فوق دولامك بقاله سنتين الا اللي هو مرمي قدامك. حط يا اخي قدامك في الصالون او على السرير بتاعك، بحيث ان انت طول ما انت ماشي داخل خارج الكتاب قدامك، ويبقى بدل ما طبق البسبوسه يبقى اشاره ليك انك تاكلها، يبقى الكتاب رؤيته اشاره ليك انك تقراه. السياق اللي انت بتحطه لنفسك هو اللي بيحدد كل حاجه، وسياقك اقصد بيها هنا اشارات. فريق من الباحثين جابوا مجموعه من الناس عندهم ارق، قالوا لهم محدش يقعد على السرير نهائي الا وهو ميت من التعب. يعني بمعنى اخر ما تقعدش على السرير الا
ساعة النوم، غير كده اياك تقعد عليه. ما تاكلش عليه، ما تقعدش عليه على تليفونك تتفرج على فيلم، ما تقعدش على اللاب، ما تعملش اي حاجة. عايز تنام روح سريرك، مش عايز تنام اوعى تقرب له. وفيما بعد الناس دي بقت تعرف تنام. ايه العلاقة؟ هما ما كانوش بيروحوا على السرير الا لما يتعبوا قوي، عقلهم اتبرمج سرير يعني نوم، ودي حاجة انصحك بيها جدا. ليه؟ لان انت حاطط القارئ لما تقضي حياتك كلها على السرير عقلك هينسى ان السرير ده أداة مخصصة للنوم. انت بتاكل على السرير وبتشرب على السرير، بتتفرج على افلام على السرير، انت بتعمل كل حاجة على السرير، وبتيجي بقى بالليل بتقول ايه ده؟ انا مش عارف انام ليه. يا اخي الناس اللي بيحطوا راسهم على المخدة دول بيناموا من اول ثانية، بيعملوها ازاي؟ حبيبي انت راسك طول اليوم على المخدة، مستغرب الناس الشقيانة طول اليوم دي بتنام على المخدة بسرعة ازاي؟ ليه؟ ما هم بيطبقوا عكس اللي انت بتعمله. عقلك بقى حافظ ان ده مكان زيه زي الكنبة تعمل عليه اي حاجة، هو مكان مخصص للنوم فقط. وده اللي بنصحك بيه حضرة القارئ، اجعل كل حاجة مخصصة للعادة بتاعتها عشان عقلك ما يتعبكش في التفكير ان هو انا محتاج استغرق عشان ادرك ان ده مكان للنوم وافضي كل دماغي من المشتتات وابدا ان انام. حياتنا فيها مليون اشاره، مجرد ما بيحصل لك الرغبه اللي بتخليك تجري تعمل الفعل اللي بيتحول لعاده بعدين. زي بالظبط لما بيجي لك اشعار حكايه كتاب بتسيب كل اللي في ايدك وتجري تسمع الحلقه على طول. يا رب اوصل معاك للمرحله دي. ده المهم حضرة القارئ، خلي اشاراتك واضحه، خليها قدامك، قولها بصوت عالي قبل ما تقدم على اي فعل او اي حاجه. قول بصوت عالي، نبه نفسك، خلي عقلك الواعي ينبه عقلك اللاواعي من اللي هو بيعمله. طبق نظريه تجديس العادات، اربط العادات ببعضها، خلي عاده اشاره العاده وعاده تجر العاده. لو عايز تتخلص من عاده وحشه غير اشاراتك، او مش غير اشاراتك، اخفيها، خليها مش واضحه، ما تخليهاش مرئيه قدامك، خلي رغبتها غير جذابه، خلي فعلها تقيل على قلبك، خلي المكافاه مش مرضيه ليك. هذا الكلام حضرة القارئ اقسم لك بالله لا يقدر بمال. عايزك تسمع الحلقه دي تاني برويه وتبدا تطبق اللي فيها من النهارده، وان شاء الله هتشوف التغيير الحقيقي بجد. ما تنساش طبعا تكتب رايك في الكومنتات ايه هي العاده الايجابيه اللي عايز تزرعها وعاده سلبيه عايز تتخلص منها. انا النهارده قلت لك اول قانون من القوانين الاربعه، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنستفيد سوا في القانون الثاني، اجعل الرغبه جذابه. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك الحكايات الجديده اول باول. كان معاك اخوك يوسف شعبان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جعان.